موضوع إصابة نايف الزازي مع أبو الوليد. رحب فيك أبو الوليد، ألف مبروك الفوز. يعني الفوز يعني يأتي بعد الفوز. الآن الشباب بدأ يدخل في بحر العشرين من النقاط، هذا يعني أنه بات يقترب من المنافسة أكثر فأكثر. بشكل عام الرضا عن الأداء، عن المستوى وعن النتيجة؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله على الفوز. يعني إنتاج طبيعي لتطور مستوى الشباب. كان الشوط الأول يعني أقل مستوى بالنسبة لنا، لكن الشوط الثاني تحكمنا فيه بشكل واضح وفرضنا طريقتنا على شقيقنا نادي الأهلي. هارد لك للأهلي الحقيقة. يعني كان فوز كنا بحاجته وجاء في الوقت المناسب. هل ساعد الأهلي الشباب اليوم في الفوز إذا كانوا يقولون أنه في لعيبة غابوا على مستوى مهاجمين، على مستوى يونس محمود وفيكتور؟ في رأيك أنت خاصة في غياب برونو الموقوف؟ والله أنا كنت أتمنى يلعبون كلهم. احنا فايزين على الأهلي دائما وكل سنة نفوز على الأهلي، ما في جديد. لم تأتي المباراة بجديد. الأهلي يلعب من يلعب، هذا لا يهمنا. بالنسبة لنا فريقنا الأهم ونكون احنا بالمستوى اللائق والمستوى الطيب، هذا هو المهم. الوليد الآن دخلتوا في المنافسة، لن ترضوا بغيرها الآن في الدوري؟ والله احنا حريصين على المنافسة، حريصين أيضا على أننا نبقى في المنافسة، لكن هناك برضو أولويات لنا مع المنافسة، وإظهار فريق جديد وإظهار بعض الجيل الشاب اللي يعتقد بدأ الآن يفرض نفسه شيئا فشيئا بالفريق. فقط نريد أن نطمن المشجع المتابع حتى الرياضي بشكل عام عن نايف الزازي. يبدو لي كذا أن الإصابة، أنا شفته حاط لفة على الركبة وطالع بعكاز. حقيقة اللي يعني زي ما يقول أفسد علينا فرحتنا هو إصابة نايف الزازي. إصابة أعتقد أليمة يعني، واحتمال كبير يكون رباط صليبي. تشخيص المبدئي الآن رباط صليبي، وأعتقد أن لعبة يعني غير رياضية من اللاعب الأهلي ضد الكابتن نايف. كان يجب عليها كرت أحمر، وكانت أمام مرأى الحكم ومرأى المساعد، لكن تصرف هذا نتاج الضغط اللي مورس على الحكام قبل المباراة. هذا نتاجه لنا يعني. مورس من مين أبو الوليد؟ من إدارة الأهلي، من رئيس الأهلي. يعني رئيس الأهلي مارس ضغط غير طبيعي على التحكيم، وهو قال في كارثة بتحدث. فعلا الكارثة هي إصابة نايف بهذه الطريقة، فعلا كارثة. وأنا ما ألومه يعني على أنه يصاب بتوقع كوارث وكذا أمام مباراة الشباب، لأنه يلعب أمام الشباب. ودائما لما يلعب أمام الشباب دائما يثبت الشباب أنه أعلى كعب دائما من الأهلي. تقصد أبو الوليد في تصريحه قبل المباراة أنه كان يحذر الحكام من المباراة، ولا بتحسسها تصاريح أخرى؟ أنا ما أفسر تصريح. أقصد وش تقصد فيهم؟ أي تصريح اللي كان سبق المباراة على طول؟ سبق المباراة وقال أنه بتصير كارثة وبتصير كذا وبتصير أمور مفروض، يعني بصراحة يعني كان تصريح خارج الحدود الرياضية برأيي أنا، وما كان يجب الضغط فيه على الحكام، وهذه نتيجتها. بل أنت دقيقة 12 مفروض مصطفى بصاص طرد من الشوط الأول، دقيقة 22 23 خطأين يستحق عليهم كرتين أصفرين ورا بعض. أيضا طرد اللاعب أعتقد أنه أمان، أو ما أعرف أي لاعب، أعتقد أنه أمان. طرد واضح بعد اعتداءه على. والوليد لو جاء أحد وقال لك كان من حقك تجيب أجانب أرضك ما هي مشكلة. احنا ما جبنا أجانب صح، لكن ما كنا نتوقع أن يمارس هذا الضغط. وهذا تشخيص الحالة الأهلاوي يتم يعني تشخيصه ويتم وضعه في الحكم في مباراة الشباب. هذا اليوم خسرنا لاعب، كان ممكن نكسب أكثر، ولكن بالنهاية هذا الشباب دائما لابد يفرض أسلوبه وطريقته على الأهلي. لازم. وإدارة الأهلي عندما تصاب بخوف من مباراة الشباب أو يصاب بهذه الطريقة وتصريح بهذه الطريقة، لأنهم أمام الشباب. آخر سؤالين. نايف الزازي تشخيص نهائي قضية الرباط، متى تتضح الصورة؟ لابد إشاعة وغدا. التشخيص المبدئي من العيادة الطبية في نادي الشباب هو رباط. والوليد معلش سامحني، في شيء نظرته وابغاك أنت تتكلم فيه، أو حتى لو ما حبيت تتكلم في حاجة حصلت قبل شوي عند غرف الملابس بينكم وبين الأهلاويين، ما أدري وش شيء. ما احنا كنا نكلم بعض كإداريين، والإداري الأهلي اعتقد أن نكلمه. الموضوع انتهى. كان سوء فهم بسيط ولا؟ سوء فهم وانتهى بالنسبة لنا، لا يعني لنا شيء. اعتذر لاعب الأهلي نايف؟ لا أعلم. كان هو هذا كان سبب الموضوع؟ لا يعني كنا يعني ممكن يكون، لو كان ممكن كان النقاش كله يعني لماذا لا يعتذر. الموضوع بين اللاعبين وانتهى، وبين الأمور بالنسبة لنا هي لحظات عابرة لا تعني شيء. القضية هي أن الشباب الحمد لله عاد، وكما وعدنا جمهور الشباب أن الشباب يعود، عاد الحمد لله، ويبقى الشباب كبير. مبروك الفوز. شكرا طال عمرك. شكرا للأستاذ خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي